مرحبا أحبائي، رجعنا لكم أيضا وأكلة جديدة من مطبخ هند وحسب الطلبات وحسب طلب المتابعة سونيا رادت الدولمة العراقية. أنا اليوم كميتي صغيرة، أنا مو متعودة أنه أسوي كمية كبيرة، لكن أنا اليوم كميتي صغيرة يعني جدر صغير. أولا مثل ما تعرفون نحفر الخضروات اللي هو الباذنجان، عندي البطاطا محفورة، الكوسة والطماطة محفورة، عندي الفول الأخضر شفته بالسوق موجود فحبيت أخليه بالقاع مال الجدر، يعني أسفل الدولمة أو بالأسفل. نفتح البصل، نقطع الفوق القمع والأسفل ونشرحها بالنص ونطلع اللب، هذا اللب نستخدمه بالثرم للخضروات أو للحشوة. وبعدين نخلي البصل بالمي نسلقه سلقة خفيفة حتى يسهل علينا لف الدولمة. بعدين طبعا نفتحها بعد السلق، نطلع الطبقات مثل ما موضح هنا. هاي الطبقة تكون أسهل لما تكون طرية مسلوقة أنه تطلع الطبقة بإيدنا بكل سهولة. عندي هنا لحم عجل الشرح بدون عظم، أنا فرمته بإيدي. اللي عندها لحم مفروم، اللي عندها لية، احنا مع الأسف ما متواجدة عندنا اللي بالسويد. عندي أضلع غنم، احنا نستخدمها بالدولمة، دائما نخليها بقاعية الجدر. وهذا شوف الغنم هنا بشحوم، هذا كل زينهم للدولمة ينطيها طعم. اللب اللي محفور ثرمته اللي هو من الكوسة ومن البطاطا ومن الباذنجان، وعندي الطماطة أيضا حفرتها، البصل حفرته، والعفو أخذت اللب وثرمته. وعندي أيضا ثوم 5-6 سنون ثوم أو أسنان ثوم أو فصوص ثوم ثرمتهم. وعندي البقدونس. عندي أنا بهاراتي الدولمة ما أخلي غير جوزة بوا راح أطحنها أو أدقها بالهاون، وفلفل أسود فقط. هاي بهارات الدولمة مالتي. معجون طماطة نستخدم، ملح الليمون أو الليمون يوزي، دبس الرمان هاليوم راح أسويها أنا بدبس الرمان. عندي الرابسوليا أو الزيت النباتي، وعندي الملح والرز اللي مغسول. هسه أنا راح أسلق البصل بس يغلي، أخليه غلية غليتين وأطلعه أصفيه حتى يسهل علي التفتيح. بقلت الخضروات شوية ويا اللحم. هسه راح أضيف البهارات اللي هي عبارة عن فلفل أسود، ملعقة كوب فلفل أسود، وملعقة كوب جوز الطيب أو جوزة البوا وجوزة الطيب، وملعقة معجون طماطة، وملعقة ثانية معجون طماطة، وأقل الملعقة. هسه نقلي المواد كلها مع بعض. طبعا أني ما أحب اللحم أخليني بالحشو أو ويا الرز، لازم أقلي اللحم أو أحمس الخضروات ويا اللحم سوية. ويا اللحم راح أقليهم سوية، يعني مو باستواء كامل، ما يستوي هواية، يعني المهم بس أغير لون اللحم والزمخة تروح أو الزفرة تروح مالت اللحم. وبعدين أضيف عليه الرز وأضيف عليه البهارات وباقي الشغلات. بعد ما قليت اللحم ويا الخضروات والبهارات ومعجون الطماطم ضفته على الرز. على شيء مهم جدا نسيته، لأن قد ما حاجات الدولمة هواية واحد ينسى، ورق العنب. ورق العنب هذا طبعا منقع مي وملح، أطلعه أشطف اللي أنا أريده أشطفه بالمي حتى الملح ما يأثر على طعم الدولمة مالتي. أغسله من الملح وألف. نضيف طبعا هنا ملح، وطبعا الملح أنا ما عندي قياسه سحانيا معين، شوف الطعم اللي أنا أريده، الحموضة والملوحة اللي أنا أريده. رشة ملح الليمون، طبعا أنا هم بعدين راح أذوقه وأشوفه من أخلطه وأنا أتحكم به. وعندي دبس الرمان، وراح أخلط المواد كلها. طبعا أصدقائي الطعم كلش طيب اللي أنا أريده. هسه عندي شنو هنا، جبت جدر
شنو خليت بالجدر؟ خليت بيه قطع اللحم، وهاي القطع زيت اولا. قطع اللحم غطيتها او رشيتها بفلفل اسود على مود الزناخه. خليها على هاي الجهه حتى تستوي او تذوب الشحوم او الدهون. خليت الفول الاخضر اريد ابقى على الجدر ينطيني طعم ايضا. هسه احنا وصلنا. طبعا حشيت انا الخضروات، وحاولوا انه لا تملون الخضروات بالحشو لان انطي مجال للتمن او للرز بعدين راح يكبر وينفش بالسلق او بالطبخ. انا دائما هم افتح طبقتين الباذنجان وورق العنب نفس الشيء، والكوسه والطماطم والبوتيتا طبعا انا مسكرتهم. هسه راح ابدي اصفطهم على الجدر او بطن الجدر عفوا، وبعدين نرجع للطبخه. هسه خليت طبعا الجدر الدولمه غطيته بصحن، او لازم نخلي عقاه بعدين ثقل حتى لا يتفتح عندنا اللف مالتنا. خليتها على النار حدود 10 دقائق ويا زيت يتقلى اللحم الجوا. تذكرون انه انا خليت لحم جوا حتى يتقلى شوي. عندي الصوص مالته او المي مالته خليت من كل شيء شوي. الحامض الليمون شوي، ملح شوي، ودبس الرمان شوي، وملعقه صغيره من معجون الطماطه. وراح بس يغلي المي أنصي نص الحرارة، حرارة الطباخ، وأغطي وأخليه تستوي على راحتها. وإذا احتاج بعد مي أضيف أيضا مي حتى لو بدون المواد اللي أنا خليتها. شفتوا اللحم شلون اتقلى صار لاجع وماكو متفتحة. أنا ما أحب التمن اللي يطلع برا الخضروات، لازم تكون مرتبة. ليش نحشيها؟ فبنطبخ التمن واحدة. فعلينا وعليكم بألف عافية. وهاي مكونات وطبخة الدولمة. لا تنسونا باللايك والكومنت، وأي شي تبدو جاهزة بس كتبولي شنو الطبخة الثانية.